ثلاث نقاط مهمين نعتلي بيهم صدارة الدوري، وليبقى ماتش بيراميدز والزمالك ماتش شيكابالي ملوش أي لازمة خالص. بص يا بليلة بقى، تكسب تخسر تتعادل مش فارق لي، ماشي تفوت ما تفوتش مش شاغلني. وفكرة إنك تلعب بباكين أكرم توفيق وكوكا، احنا كده بنلعب ناقصين اتنين، يعني ده بيدافع ولا ده بيدافع، ولا ده بيهاجم ولا ده بيهاجم. مش فاهم يعني هو كولر عضك ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما انت كنت ماشي حلو بالك ماتشين ثلاثه ماشي زي الفل. ماتش النهارده ده انا اعصابي باظت، يعني الكوره اللي طلعها ياسر في الدقيقه 90 ديت، في الدقيقه 95 كمان طلعها من على خط الجون. وعندك الشناوي، شناوي صد الكوره بقى. شناوي انا تعبت والله يا شناوي، انا تعبت كل ماتش انا وانت كده، احنا تعبنا من بعض احنا الاثنين. وبالنسبه عمده تغيير خالد عبد الفتاح، يعني خالد عبد الفتاح نزل يعمل ايه؟ انت لو قاصد تنزله عشان سيراميكا يتعادل مش هتعمل كده. عمرو السوليه، يعني عمرو السوليه يلعب ليه 95 دقيقه؟ يعني واحد ما كانش بيلعب اصلا 95 ثانيه بقاله سنه ما بيلعبش ماتشات كامله، اديله ليه 95 دقيقه من اسوأ الماتشات اللي لعبوا الاهلي مع عماد النحاس؟ نيجي لتغييره قفشه، ليه قفشه تنزله في الدقيقه 95 او 94؟ يعني ايه الفايده من تغيير من التغييره دي؟